مشتريات رمضان 2025 يعود عليكم وعلى الأمة المحمدية كلها بالخير والبركات. اوعي تقولي لسه بدري، هنشتري مشتريات رمضان وهنوفر مئات الفلوس. يلا بينا نتعرف على الأسعار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. فضلا وليس أمرا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل وصفة جديدة بنزلها. اللايك يا جماعة، اللايك مش هيخسركم، كل مرة بقول الكلام ده، اللايك مش هيخسركم في أي حاجة، يعني ما في زيادة على انك هتضغطي على زر الجرس وهتضغطي لايك، مش هيخسرك ولا هيأثر معاكي في أي حاجة، بس هيفيدني ويرفع الفيديو ويخلي الخير يعم عليا وعليك وعلى الناس كلها. يلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا زي ما قلتلك ما تقوليش، يعني اوعى تقولي لسه بدري ولا لسه في وقت، لا احنا قدامنا كام شهر على رمضان؟ قدامنا 3 شهور، 3 شهور يعني 90 يوم. 90 يوم بيعدوا هوا، يعني بيعدوا هوا. وكمان دلوقتي الأسعار مريحة، يعني الأسعار متهاودة لو حبيتي تشتري. طبعا أنا ما في إيديش فلوس ومش حابة اشتري دلوقتي، أعمل إيه؟ حتة جمعية يا ست الكل، تعملي حتة جمعية من مصروف الأولاد أو من مصروف البيت، وتجيبي الحاجة اللي انتي عايزاها أو الحاجة اللي انتي حباها. يعني أي قرش في إيدك، هاتي شكارة رز واركنيها، هاتي شكارة دقيق واركنيها، هاتي سكر، هاتي ازاز زيت، يعني لو ازاز زيت واحدة هتجيبيها وتركنيها. طبعا زي ما قلت لك هتوفري مئات الفلوس. ازاي واحنا بندفع فلوس؟ يعني الحاجات اللي انت شايفاها دي هتعدي 1600 جنيه. ازاي بقى بندفع 1600 وازاي هنوفر فلوس؟ انا هقولك يا ست الكل. طبعا انت بتروحي بتبعتي مثلا ابنك او بنتك عند البقال تشتري مثلا كيلو رز او كيلو دقيق. الكيلو مثلا الرز النهارده ب25. طبعا اي عيل النهارده بيحب ياخد يعني ياخد جنيه 2 جنيه 3 جنيه 5 جنيه بياخدها هو ماشي. فانت دلوقتي اصبح الكيلو الرز ب25 وخد 5، يبقى الكيلو الرز وقف عليه بكام؟ ب30 جنيه. قيسي بقى كل طلباتك على كده، يعني قيسي كل الحاجات اللي انت هتجيبيها على نفس النظام ده. تمام كده؟ كل حاجة العيلة هيجيبها هياخد عليها 5 جنيه. يبقى انت خسرتي ولا ما خسرتيش؟ يبقى انت لما جبتي شجرتك على بعضيها وحاجتك على بعضيها وفرتي فلوس كتير ولا ما وفرتيش؟ وفرتي فلوس. يعني كل اللي عليك يا ست الكل ان انت هتضغطي نفسك شوية وتلمي مثلا من مصروف البيت شوية، فاصبح يبقى عندك حاجتك في البيت وخيرك في البيت. تجيبي شكارة دقيق زي ما انت شايفة كده، تجيبي شكارة رز، تجيبي شكارة شعرية، تجيبي ربط السكر، تجيبي زيت. طبعا انا حاطه ازاز زيت واحده لان البقال ما كانش عنده زيت كتير، يعني ما انا كنت هجيب نص كرتونه، نصها آلية يعني نص كرتونه، واحدتين آلية، ازازتين آلية والباقي ابيض. فقال لي لسه هجيب بكره، فانا قلت عشان الحق انزل لكم الفيديو، جبت يعني ازازه واحده، يعني اللي كانت موجوده عنده ازازه واحده، قلت له هاتها اقضي بيها الغرض لحد ما تجيب ايه، اقضي بيها الغرض لحد ما تجيب ايه الكميه اللي انا عايزاها. وهنا بقى يا ست الكل طبعا ده الزيت الممتاز. انا جبت الازازه، بعت من كام يوم جاب لي نفس الازازه دي، لا نفس النوع بس مش نفس الكميه، جابها لي كيلو الا ربع. طبعا دي لتر، كيلو ب50 جنيه، جابها لي نفس النوع ونفس السعر بس مش نفس الكميه، جابها لي كيلو الا ربع. فانا قلت وعلى ايه اجيب بقى حاجتي على بعضيها واجيبها بايدي، بدل ما اروح اجيب ب50 جنيه كيلو الا ربع، لا اجيب ب50 جنيه وكيلو لتر كام. قلت اجيب حاجتي على بعضيها. وهنا بقى ده السكر يا ست الكل، ده طبعا جبت لفه سكر، بحب انا السكر اللي هو لونه ابيض، بيبقى حلو كمان في المعجنات، بيفتح لك المعجنات والكيكات، وكمان في عصير الليمون بيبقى لونه فاتح وجميل. وشكارة الدقيق اللي انت شايفاها دي، ده الدقيق ده اسمه فرنساوي. طبعا انا معتمداه بقالي فترة، يعني ايه ما بيسيحش وكويس، عرقه جديد يعني وكويس. تمام كده؟ طبعا شكارة قلنا ازاز زيت ب50 جنيه. السكر، لفة السكر ب315، وكمان شكارة الدقيق ب420. طبعا لو انت استناتي لرمضان، لو استناتي قبل رمضان وجبت الحاجات دي هتلاقي الاسعار زادت. يعني شكارة الدقيق دي في رمضان السنة اللي فاتت قبل رمضان باسبوعين كنت جايباها ب520، انا جايباها النهارده ب420، يعني فيها 100 جنيه.
يعني انت ال100 جنيه دي انت اولى بيها توفريها. ازازة الزيت دي زي ما بقولك جبتها لتر الا ربع ب50 جنيه، لو السنة دي كمان شوية هتجيبيها ب60 جنيه، يبقى انت فيها 10 جنيه توفريها. وكمان كمية زيادة. السكر تمام كده. طبعا لفة السكر ب315. الرز، طبعا الرز ده اسمه الزهور. كيلو الرز فرداني ب25. انا جبت الشكارة ب600 جنيه، يعني فيها فرق، هتلاقي فرق برضو قد كده، هتلاقي فرق فيها برضو 100 جنيه. يعني لما تلاقي 100 في الرز و100 في الدقيق، ومثلا 50 مثلا في السكر، 50 مثلا في الشعرية، جايبة شكارة الشعرية، شكارة الشعرية 5 كيلو ب105 شكارة الشعرية 10 كيلو ب185. يعني هتلاقي فرق. يعني لو حسبتي 100 هنا و100 هنا و50 و50 هنا، ممكن تجيبي لك كمان شكارة دقيق تاني، يبقى انت استفدتي ولا ما استفدتيش؟ واستفدتي كمان ان انت حاجتك في البيت. يوم طبعا احنا في الشتاء، يوم نطرة، يوم عتمة، يوم تلاقي البقال قافل، يوم الولاد مثلا يبقى في دروسهم ما يجيبوش. لا، انت بقى حاجتك في البيت، او كل اللي عليكي ان انت هتضغطي نفسك شويه وتوفري من مصروف الولاد او مصروف البيت. تجيبي حاجتك يا ست الكل زي ما انت شايفه كده، وتوفري مئات الفلوس، هتوفري فلوس كتير. وكمان زي ما قلت لك حاجتك في البيت، الواحده لما يكون حاجتها في البيت بتبقى خير وكنز، يعني خير كده وكنز في البيت. بتوفري فلوس كتير، يعني حاجتك كانها جايه ببلاش، والله اقسم بالله اقسم بالله، كأن يعني حاجتك في البيت كأنك جايباها ببلاش. ليه؟ انت طبعا دافعه فلوس بس كأنها جايه ببلاش. لو رحتي جبتي النهارده زي ما بقولك، لو رحتي مثلا معاكي 100 جنيه وبعتي الولاد جاوا، ال 100 جنيه هتتبهدل. يعني لو جبتي كيلو رز ونص كيلو شعريه، ال 100 جنيه هتتبهدل في حاجه ما يعني ملهاش لازمه. ليه؟ انت بقى حاجه شكاره الدقيق ببركتها تبقى موجوده في البيت، كانها فعلا والله كانها جايه ببلاش. بس جربي، يعني لو انت اول مره تجربي فعلا، فعلا والله حاجه حلوه، يعني حاجه حلوه، حاجه متعه، ان حاجتك تبقى يعني الخير كله يبقى في البيت وموجود عندك في البيت. اي وقت بقى حبيتي تعملي معجنات، تعملي رز للاولاد، تعمل حلويات، يبقى فعلا ما تكسليش. يعني انا بقيت عليا وقت ان انا حابه مثلا اعمل اي معجنات، اعمل اي حاجه، ما بلاقيش مثلا سكر او دقيق او اي حاجه، بكسل، يعني بكسل اعمل. ليه؟ فانا بقى لو الحاجات دي موجوده في البيت مش هكسل، هعمل للاولاد كل يوم وصفه، اعمل لهم كل يوم حاجه حلوه، بدل ما يروحوا يشتروا من بره بفلوس كتير، او يشتروا حاجات مش مضمونه او مش كويسه. لا، اعملي لولادك حاجتك في البيت، حاجتهم يعني في البيت، حاجه نظيفه ومضمونه، وكمان توفري فلوس. تمام كده. عرفتي ازاي يا ست الكل هتوفري مئات الفلوس، وكمان هتوفري وقت وتعب ومجهود الاولاد. لو كل شهر بس جبتي نص الكمية دي، يعني لو كل شهر جبتي ازازتين زيت 3 كيلو يا ستي، بلاش من الشكاير. لو جبتي كذا يعني كام كيلو من الحاجات اللي موجودة قدامك دي، وركنتيها ووفرتيها لشهر رمضان، هتلاقي عقبال ما يجي شهر رمضان هتلاقي موجود عندك كمية كبيرة. لايك كده واشتراك الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.